في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل في عملية نوعية من حجز 5079 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، مع تفكيك عناصر الشبكة الإجرامية تنشط بين شرق وغرب البلاد. تم توقيف 4 أشخاص وتحديد هوية شخصين آخرين. جاءت العملية على إثر تدخل أفراد فصيلة الطريق السيار الشرق غربي يلل بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلعسل بمعاينة حادث انحراف سيارة على مستوى الطريق السيار الشرق غرب. أثناء المعاينة لفت انتباههم ارتباك السائق، ليتم على الفور تفتيش السيارة ومحيط الحادث تفتيشا أمنيا دقيقا. تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة المقدرة ب 5055 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، مخبأة بإحكام بمختلف أجزاء السيارة ومختلف أنحاء محيط الحادث، ليتم توقيف المشتبه فيه بعد تلقيه الإسعافات الأولية واقتياده رفقة المحجوزات والمركبة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وبعد التعمق في التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، وتمديد الاختصاص إلى كل من ولاية وهران ومينا، وتفتيش منازل المشتبه فيهم، تم توقيف 3 أشخاص آخرين وتحديد هوية شخصين آخرين ضمن عناصر الشبكة، مع حجز كمية أخرى من الأقراص المهلوسة مقدرة ب 24 قرص مهلوس نوع بريغابالين و64 مشط ذات 15 قرص فارغة من نفس النوع، 6 هواتف نقالة ملك للمشتبه فيهم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 10,000 دينار جزائري كعائدات للترويج، وسكين نوع كلونداري ذو 3 نجوم. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين والمحجوزات أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.